السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني المحترمين والغاليين من كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة احنا عند حسن في الوكالة، جايبه لكم النهاردة منبع ملابس أطفال وبسعر وهم جدا، 25 جنيه زي ما انتم شايفين كده. استندات ملغمة، ملابس أطفال من كل الفئات، من كل الفئات لغاية السن المحير. لقيت في الاستندات دي والله زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، مشروعك يبدأ من الوكالة، مشروعك يبدأ من الوكالة. مشروع مربح جدا يا بنات ويا شباب. زي ما انتم شايفين، بصوا القطعة الجميلة دي، بصوا ان النصاحة دي يعني. بصوا لازم تبقوا شطار، لازم تبقوا شطار. بيقولوا التجارة شطارة. بصوا مثلا حتة زي دي، ده سن محير بناتي، سويت شيرت. لو خدتي الحتة دي مثلا ب25 جنيه وبعتيها ب50 ولا ب70، صدقيني هتتباع، صدقيني هتتباع على النت. تمام. بصوا بقى السلوبيتا دي، بصوا دي تجيبيها من ملابس الأطفال بكام؟ بالله عليكي اكتبي لي في التعليقات. بصوا تنفع عيد دي، والله تنفع عيد وتنفع يوم وقفة، جميلة جدا. بالله عليك يا شيخة، اللي يعرف ملابس الأطفال بكام والسلوبيتا اللي عدت دي تعمل كام في ملابس الأطفال يكتب لي في التعليقات. دي ما تقلش عن 150 جنيه السلوبيتا الصغنونة اللي انتوا شايفينها دي. شوفي بقى، ما تاخديها ب25 وتبيعيها ب80 ولا ب75 ولا. فأنا بفتح دماغكم اهو على مشاريع مربحة جدا جدا، تقدروا فعلا تستفيدوا منها قوي قوي. فيا ريت يا ريت فعلا تسمعوا كلامي، المشروع ده حلو جدا. انا نفسي بقلب ساعات على الماركت بليس، موقع على الفيسبوك اسمه ماركت بليس. انا نفسي ساعات بقلب لما بكون محتاجة حاجة، بقلب وبجيبها من على الموقع ده. اتعلموا تعملوا جروب، اعملوا جروب خاص بيكوا، تعرضوا عليه القطع بتاعتكوا دي وتبيعوا وتوزعوا عن طريق محطات المترو. دي اسهل حاجة. صدقيني لو عملتي كل يوم ساعتين 3 توزعي فيها الحاجات اللي انتوا اتفقتي بقى عليها، مثلا انت واللي هيشتري. بصوا القطعة وجمالها، 25 جنيه. بصوا سويت شيرتات اولادي، جواكت جينز. بصوا شايفين البلوفر، 25 جنيه. بايه انت يا ستي ب50؟ انتي اولى. اللي عايز مثلا توصلي له لغايه البيت، قولي لهم بمصاريف شحن. بمصاريف ايه؟ شحن. بصي، اللي عايز يجيلك محطات مترو، خدي حتى حاجه رمزيه 10 جنيه ولا حاجه، فهماني؟ وقولي لهم بتستلموا مني وانا جوه المترو. بتستلموا مني ايه وانا جوه المترو؟ ما تخرجيش بره ولا تقفي مع حد غريب ولا اي حاجه، خليكي في نطاق المترو جوه، ده لامانك انتي. تمام. او لو شاب صغير هيبدأ لسه مشروع، بصوا شايفين بنطلونات برضو، مجموعة بنطلونات برضو عاملة 25 جنيه. اي بنطلون من الحاجات دي انت ممكن توفقي بقى ايه، ترنجات على بعض للاطفال، سويت شيرت على بنطلون زي ده، وتبيعي القطعتين مثلا ب 80 ب 90، برضو كسبتي ما خسرتيش. عايزة تبيعي كل قطعة لوحدها، زي بصوا شايفين الجمال والحلاوة دي كلها ب25 جنيه، فاهماني؟ فانتي لما تعرضيها بطريقتك الحلوة، صدقيني صدقيني هتربحي فيها جدا. بصوا السويت شيرت، بصوا بيتكلم والله العظيم، وليه جيوبه جميل جدا، اطفالي حلو وماركة وحاجة عالية قوي. تمام. اللي لسه بقى داخله القناه وعجباها الفكره وعجباها الهدف اللي انا بعمله وعجبها كل حاجه، انا احب اعرفك بنفسي، انا شيرين كمال، ودي قناه الحق العروض والخصومات. اهلا بيكي يا حبيبتي طبعا. وعندي 3 قنوات منهم دي بعمل عليهم نفس المحتوى، وبجيب لك مشاريع حلوه جدا تقدري تستفيدي منها. لو انت لسه بادئه، او لسه انت مثلا عايزه تشتغلي بره، بس طبعا عندك مذاكره، وحتى لو عندك مذاكره ومتجوزه وعندك بيت، صدقيني ده مشروع مربح جدا. فيما بعد ممكن تشغلي معاكي مندوب بمكنه، هو يطلع لنفسه رزق وانت كمان ترزقي. تمام. تديله في المشوار 20 جنيه، تديله بقى، شوفي انت بقى، تديله الحاجات باسماء ناس، كل كيس مكتوب عليه اسمه وعنوانه. صدقيني مشروع بقولك بيأكل الذهب المشروع ده. على فكرة في ناس كتير في الوكالة انا بصور عندهم قالوا لي اعملي المشروع ده انتي، بس انا يا بنات عندي 3 قنوات، انا مش هقدر اعمل المشروع ده كمان. يعني انا عندي 3 قنوات، انا حرفيا كل يوم بعمل لل3 قنوات 3 فيديوهات. فالموضوع ده هددني جدا جدا جدا، ما اقدرش على اكتر من كده الصراحة. طبعا عندي ولاد وعندي مذاكرة وعندي امتحانات، فالموضوع صعب طبعا ان انا اعمل حاجة رابعة. فانتوا والله العظيم انا بتمنى لكم الخير، وعايزاكم فعلا تعملوا المشروع ده وفعلا تستفيدوا منه. بصوا السويت شيرتات وجمالها لغاية سن 5 سنين، شوية تشكيلة حلوة قوي قوي. روحي بقى ونقي، بصوا بصوا الجمال،
بصوا ب25 جنيه حلو جدا لما تجيبي حاجه زي دي ومبطن حلو قوي. سلوبيتات تنقي لك كام سلوبيته كده من اللي عليهم العين، اتنصحي ما تاخديش الحاجات اللي مش حلوه، لا خدي اشيك حاجات، اشيك حاجات عنده خديها، نقيها وخديها، خدي القطع المميزه، خدي الماركه. تمام. نيجي بقى للفقرة الحلوة قوي اللي أنا بحبها جدا جدا، لفقرة التشكرات. بحب أشكركم فيها بنفسي على التعليقات بتاعة الفيديو اللي فات. ربنا يبارك لكم يا رب ويقعدوا لكم في ميزان حسناتكم كل كلمة حلوة بتكتبوها. معايا نوال محمد، ازيك يا نوال عاملة ايه؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومعايا كمان كانت بسنت، ازيك يا بسنت عامله ايه؟ بسنت هشام، ازيك يا بسبس عامله ايه؟ ربنا يخليكي يا قمر، بجد والله مش عارفه اقولك ايه على الكلام الحلو ده، ويا رب دعائك يكون باذن الله مستجاب ليا وليكي حبيبتي، احنا واياكم يا قمر. ومعايا طبعا زين رقيه، مامة زين ورقيه، ازيك يا مامة زين ورقيه عامله ايه؟ بجد نفسي اشوفكم، هتشرف بيكم اكتر من هتشرف بيكوا اكتر من ان انا مش شايفاكوا كده، بس انا بجد حاسه ان انا شايفاكوا والله. ومعايا ماما علي، ازيك يا ماما علي عامله ايه؟ ربنا يكرمك يا حبيبتي يا رب ويبارك فيكي، تسلمي لي يا رب يا غاليه، ربنا يخليكي يا قمر. ومعايا كمان كان احمد مازن، اهلا بحضرتك، نورت قناتي يا فندم. ومعايا كمان كانت ام حماده خالد، ازيك يا ام حماده عامله ايه؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، يسلم لي كلامك الحلو يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك لكم جميعا. وكان معايا برضو متابعه جديده اسمها ايناس، ازيك يا ايناس عامله ايه؟ ايناس شوقي، اهلا بيكي يا حبيبتي في قناتي المتواضعه، ربنا يبارك لك يا رب. مرحب بكل المتابعين الجدد وكمان المتابعين القدامى، ويعني ربنا يبارك لكم يا رب. ومعايا طبعا هدى حسن، ازيك يا هدى عامله ايه؟ وحسونه عامل ايه؟ وكمان حمزه المتابع القمر الجديد عامل ايه؟ سلمي لي عليهم جدا جدا وبسيهم لي الاثنين لغايه ما عن قريب ان شاء الله اشوفكم على الطبيعه، هتشرف بيكم جدا جدا يا هدى. وكمان كان معايا هدى سيد، برضو انا بقول لكم عندي 2 هدى بعزهم جدا جدا. هدى سيد اهلا بيكي يا هدى، ربنا يخليكي على الكلام الحلو اللي بتكتبيه يا قلبي يا رب، ربنا يبارك لكم جميعا. بجد الموضوع ده يمكن هي احلى حاجه في حياتي الفقره دي، صدقوني انا بحس ان انا بشكر نفسي مش بشكركم يعني بجد، الكلام طالع من القلب بجد. شفتوا الفستان ده يا بنات؟ شفتوا بقى لما تاخدوا فستان زي ده، مش قادره اقول لكم على الماتيريال بتاعه كده بقى، وتاخدوه كده بقى وتبيعوه انتوا، يعني انتوا نقلكوا كام فستان اطفال على كام سالوبيتا على كام حاجه كده حلوه، واستفيدوا ارجوكم من الحاجات الحلوه دي. الوكاله مليانه كنوز يا بنات، لازم نستفيد منها بمعنى كلمة نستفيد بجد. لو ما استفدناش يبقى يعني لو ما فدناش بعض في كل المشاريع في كل حاجة في حياتنا يبقى ملناش لازمة. لازم اللي عنده فكرة يقولها، لازم كلنا زي ما انا عاملة قنوات كده احب افيدكم بيها واحب اقول لكم على كل معلومة هناك في الوكالة. طب انا فين هنا للمتابعين الجدد اللي مش عارفين حسن ده فين ولا بيبقى متواجد فين في الوكالة؟ احنا ورا مستشفى الجلاء يا بنات، تمام، ورا مستشفى الجلاء. شفتوا الفستان ده وجماله برضو؟ ورا مستشفى الجلاء، ده ظهر مستشفى الجلاء اللي قدامنا ده بالظبط. ورانا شركة مصر للتصدير والاستيراد اهي، بصوا جبت الكاميرا عليها اهي، تمام. انا جايه من الشارع كده من ورا مستشفى الجلاء، بصوا باب مستشفى الجلاء اهو، تمشوا من جنبه وتلفوا ورا خلاص كده، يعني هتدخلوا الشارع اللي جنب الباب بقيتوا ورا المستشفى بالظبط، تمام. اللي جاي من الاسعاف هيلاقي مستشفى الجلاء في وشه على طول. اللي جاي بقى من طريق محطة مترو جمال عبد الناصر يسأل، هيقول انتوا اساسا اول ما هتنزلوا من محطة المترو هتلاقوا مستشفى الجلاء على طول. طب مش عارفين ولا مش شايفينها ولا اسألوا، وانتوا واقفين مكانكم هيقولوا لكم اهي اللي في الوش دي. بصوا الفستان بقى وجماله، شايفين الحلاوة؟ عشان كده عايزاكم تستفيدوا من الحاجات الحلوة دي قبل ما تخلص، لازم نستفيد يا بنات، تمام كده. زي ما قلنا فين؟ ورا مستشفى الجلاء قدام شركة مصر للاستيراد والتصدير. تقريبا انا في اخر الفيديو هجيب الكاميرا عند شركة مصر للاستيراد والتصدير واليافطة بتاعتها، وطبعا بسيب لك رقم حسن تحت الفيديو في التعليق المثبت، بسيب لك العنوان كتابيا علشان توصلي بكل امان وتجيبي كل حاجة حلوة ان شاء الله. وبجد يا بنات فكروا في المشروع اللي انا قلت لكم عليه ده، حسن على طول بينزل حاجات كتير. انا كنت عاملة الفيديو اللي فات برضو كان منزل بلوفرات ب25 جنيه حريمي، رائعة رائعة رائعة، سعر مش قادرة اقول لكم. وعنده سلوبتات اهو
جبت لكم برضو الكاميرا على السلوبتات، كل حاجه حلوه عند حسن. واحنا في اخر الفيديو اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، خفيفه على قلوبكم. لو بتعجبكم ما تنسوش اختكم بقى لايك وشيروه لاصحابكم يا بنات عشان قناتي تكبر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.